السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا الحلوين عاملين ايه؟ ايه رأيكم بقى في الجمال اللي قدامكم ده؟ نص كيلو من البانيه او الفراخ المفرومة هتعمل معاك الحلاوة والجمال ديت وبأقل التكلفة. تعالوا نبدأ ونقول بسم الله الأول ونشوف هنعمل ايه. جبت نص كيلو من الفراخ اللي هي المفرومة، او نص كيلو بانيه عندك افرميه في الكبة. بعد كده نزلت عليه بثلاث بصلات او بصلتين، نزلت عليه بحبة زيت، نزلت عليه بقى بهارات فراخ وملح وفلفل اسود وحبة بقسماط بس عشان يمسكوا معايا الخلطة شوية. ولو عندك فيجيتار حطي اي حاجة تخص الفراخ حطيها، كل دي بهارات بتدينا تيست حلو قوي، بتيست عالي قوي. هنا كان عندي بقى انا فيجيتار حطيته. يبقى احنا جبنا نص كيلو من البانيه فرمناه، او من عند بتاع الفراخ قولي له انا عايزه نص كيلو من الفراخ المفرومه. تمام تمام. ونزلت عليها بكل المكونات اللي قلت لكم عليها، وجبت معلقتين من الصلصه وهقلبهم كويس جدا، وهنركن الخلطه ديت على جنب. حلو لحد كده حلو. انا ما ركنتها شويه في التلاجة، كنت بعمل هنا الرز اللي هحشي بيها الفراخ. طبعا الرز ابو بصل معروف جدا اللي بنحشي بيه الفراخ. بصلتين هنحمرهم بحته سمنه بلدي، هننزل عليهم بالرز بحبه فلفل اسود والملح وحبه قرفه صغننين بتديها تيست حلو قوي. ونسويه نص سوا ونطفي ونسيبه يبرد. هنا هجيب بقى قطعه من الفراخ بتاعتي، وهقوم بقى فرداها كده بالنشابه. طبعا هنحط كيس التلاجة تحت وكيس التلاجة فوق عشان تطلع وتبقى سهله انها تطلع معانا. مفيش اسهل من كده. يبقى لازم كيسه من تحت وكيسه من فوق الفراخ علشان خاطر بس ما تلزقش معايا، ونفردها ونخليها حلوه. ونحاول نرققها شويه عشان ما تبقاش تخينه، لانها لسه اللي احنا هنخليها في الطبق دوت. انا جبتها وهلمها بالكيس وحطيتها في الطبق زي ما انتم شايفين كده. وهقوم بقى بايديكي كده عامله الجوانب منسقه مسويه كده الجوانب بتاعتها على الحافه بتاعه الطبق. وهتقومي جايه بصوا لازم تسووها زي ما انتوا شفتوا كده بايديكم. جيت هنا جبت بقى الرز بتاع ابو بصل التحفه الجميل دوت، واحط هما 3 معالق، وتقومي جايه بالمعلقه ومسوياهم عشان خاطر يبقى متسويين ويبقى حلوين. وهجيب معايا حته من الفراخ واقوم حطها على الوش، واقوم مسوياها زي ما انتوا شايفين كده. الفيديو شارح نفسه، مش محتاج الا انا اقول حاجه. كل حاجه قدامك عملي بتكون احسن بكتير لما الواحد بيفضل يقول. هتمسكي حته وتقعدي تسويها تقفلي بيها الرز كله، يعني هتخلي الوش كده زي ما انت شايفه مقفول كله بالفراخ. جبت الصينيه بتاعتي طبعا حاطه فيها حبه زيت عشان ما يلزقش معايا، مش اكتر من كده. وتقومي مسوياها هتطلع معاكي مفيش اسهل من كده خالص. يبقى احنا جبنا كيس تلاجة، هنقول تاني جبت كيس تلاجة هحطه من فوق، واقوم فردة حتة قطعة الفراخ، واقوم حاطة الكيسة من فوق، واقوم زي ما انتوا شايفين كده بالنشابة حاولي ترققيها شوية. وجبنا الطبق بتاعنا اللي موجود في كل بيت، وتقومي مسوياها. تحطي 3 4 كده معالق من الرز بتاعك، وتقومي بقى ايه حطاها من فوق وحطاها من تحت. تمام تمام. وبعد كده هتفضلي بقى تساوي فيها. وانا طبعا هنا اوريدي كنت عايده الفرن بتاعي على درجه حراره 180، لانها مش هتاخد معاكي حاجه، هي يا دوبك اخدت معايا ربع ساعه. وطفيت من تحت وقدت الشوايه عشان تاخد معانا اللون اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. يبقى احنا مش هنزود عليها ال الفرن عشان ما تنشفش برضو مننا. طبعا على درجه حراره 180 من تحت. يا دوبك هما بالظبط ربع ساعه، وهنطفي عليها ونقيد عليها الشوايه من فوق. وطبعا انا جبت وقمت جايبه بقى حبه صلصه، حطهم كده على حبه ميه، وقمت نازله طبعا ايه دهنت كل وش بتاعي ليه عشان يدينا لون احمر كده وحلو قوي. يبقى انا جبت معلقتين من الصلصه حطيت فيهم حبه ميه. شفتوا بقى الجمال اهو. النص كيلو طلع معايا الكميه ديت. هيجي ابنك نفسه في الفراخ المحشيه ومعكيش فلوس ولا حاجه توقفنا، هنجيب الفراخ ديت ونحشيها وهتبقى معاكي جميله زي ما هتشوفي في اخر الفيديو. ايه رأيكم بقى؟ طلعت من الفرن بصوا كانت تحفة بجد، كانت رهيبة. تاكلي فراخ محشية تاكلي فراخ محشية جميلة جدا، جربوها وهتعجبكم جدا جدا. لو كان بقى الفيديو عجبكم بقى متنسونيش بقى في لايك. اشوفكم في فيديو جديد من نوعات سالي صلاح.